أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. بمناسبة وصولنا لل100 ألف مشترك هيكون في تغيير في جودة المحتوى على القناة من حيث الموضوعات والتفاصيل والشرح. وأول المواضيع اللي هنتكلم عنها هي الهوية البصرية. هنعمل مجموعة من الفيديوهات عن الهوية البصرية بالتفصيل. ففي الفيديو ده هنعرف يعني إيه هوية بصرية، وإيه عناصر الهوية البصرية، والأسئلة والمعلومات اللي لازم تعرفها من العميل قبل ما تبدأ في تنفيذ الهوية البصرية. بس قبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من الناس عشان ريتش القناة نازل الفترة ديت، فاعمل لايك وشير وكومنت ويلا بينا نبدأ. في الفيديو ده هنجاوب على 3 أسئلة قبل ما نبدأ في تصميم الهوية البصرية. السؤال الأول، يعني إيه هوية بصرية؟ ببساطة هي أي حاجة مرئية وبتشوفها وتقدر تميز بها منتج أو شخص أو شركة وهكذا. هديك مثال بسيط جدا، كلنا عندنا أصدقاء ولكن كل واحد فيهم ليه حاجة مميزة ممكن تعرفوا بيها. يعني مثلا لو شفته من بعيد هتقول ده محمد اللي جاي ده عشان ليه تسريحة شعر معينة، وده أحمد عشان لابس الجاكيت الأصفر بتاعه وهكذا. يعني ببساطة الهوية البصرية هي مجموعة الأشياء المرئية الخاصة بالبراند أو منتج معين، ومن خلالها تقدر تميز المنتج ده. بعد كده نيجي للسؤال التاني، ايه هي العناصر اللي بتتكون منها الهوية البصرية؟ اول عنصر هو الالوان، وبنختار الالوان اللي هنستخدمها في الهوية البصرية بناء على الجمهور المستهدف. يعني مثلا ايه الاحساس اللي عاوز اوصله للجمهور من خلال الالوان لما يشوف البراند بتاعي. يعني مثلا في الاكل بيستخدموا اللون الاحمر والاصفر عشان يحسسك بالجوع ويزيد رغبتك في الاكل وهكذا. فكل لون ليه تأثير معين علينا، وبناء على التأثير اللي عاوزين نوصله للمشاهد بنختار الألوان. العنصر التاني في الهوية البصرية هو الخط. لازم يكون الخط مناسب لطبيعة البراند والجمهور المستهدف. يعني مثلا لو فتحنا موقع خطوط زي دافونت هنلاقيه مقسم الخطوط لأقسام: كرتون، سينماتيك، ديستروي، كلاسيك وهكذا، بحيث تختار الخط المناسب للبراند بتاعك. واحنا عندنا عدد لا نهائي من الخطوط، فهنزلك مجموعة من الخطوط المشهورة في جميع المجالات بحيث تستخدمها في تصميماتك وما تدورش كتير. وفي الهوية البصرية احنا بنستخدم نوعين من الخطوط بالكتير، عشان التنوع في الخطوط في الهوية البصرية ممكن يضيع الهوية البصرية أصلا. عشان أنا عاوز خط أو خطين أميز بيهم البراند بتاعي، فلو استخدمت أكتر من كده فأنا مميزتوش. العنصر الثالث في الهوية البصرية هو الصور. على حسب طبيعة المنتج أو البراند بتختار الصور بحيث توصل المعنى أو المفهوم والإحساس للجمهور. مثلا في براند زي ده استخدمت صور للقهوة بالطريقة ديت، وفي براند تاني للأساس أكيد هستخدم صور للأساس وهكذا. بعد كده نيجي للسؤال الثالث في الفيديو، ايه هي الأسئلة اللي ممكن تسألها للعميل لو طلب منك تصميم هوية بصرية؟ أول طلب هتطلبه من العميل هو التفاصيل عن الشركة أو المشروع، عشان تبني عندك خلفية تفصيلية عن الشركة وتساعدك في إيجاد الأفكار لتصميم الشعار الخاص بالهوية البصرية واختيار الألوان المناسبة. السؤال اللي بعد كده الجمهور المستهدف. لازم تعرف وتفهم طبيعة الجمهور المستهدف من البراند ده عشان تراعي طبيعة الجمهور في أسلوبك في التصميم واختيار الألوان زي ما قلنا من شوية، والمثال اللي ذكرناه على براندات الأكل. السؤال اللي بعد كده طبيعة التصميم، هل الجمهور بيفضل التصميمات الكلاسيك ولا المودرن؟ السؤال المهم برضو اللي ممكن تسأله للعميل، ايه الهدف من الهوية البصرية ديت؟ لأن هدف العميل هيأثر على تخيلك في تصميم الهوية البصرية. يعني ممكن يكون هدف العميل الظهور بشكل احترافي فقط، أو بهدف التأثير على العملاء عن طريق عناصر الهوية البصرية، وفي أهداف تانية ممكن تظهر لما تتناقش مع العميل. بعد كده نيجي للسؤال المهم اللي هيقرب الأفكار أكتر وأكتر بينك وبين العميل، أمثلة على التصاميم. مهم جدا إنك تسأل العميل عن تصميمات عجبته لشركات منافسة في نفس المجال عشان تفهم الذوق العام الخاص بالعميل. من الفيديو الجاي هنبدأ نشتغل عملي ونصمم هوية بصرية من الصفر، فلو حابين نستمر في السلسلة ديت ياريت ندعم الفيديو ونوصله لأكبر عدد من الناس. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في أمان الله.